بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه، ونصلي ونسلم على سيدنا وقدوتنا وإمام الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، رسول رب العالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها العلماء الأجلاء والأساتذة الكرام والضيوف الفضلاء، أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام هي السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأحمد الله تعالى على أن جمعنا في هذا الملتقى المبارك الذي ينعقد في مرته العاشرة في هذه المدينة المباركة، مدينة الصحابة المجاهدين، مدينة العلم والجهاد والعز، مدينة ديار بكر، وتشرفنا بحضوركم إجابة لدعوتنا. فأهلا وسهلا بكم جميعا في بلدكم، بلد الإسلام والمسلمين. نحن كاتحاد العلماء والمدارس الإسلامية نسعى إلى جمع كلمة الأمة على الحق والعدالة والاهتمام بقضايا الأمة الإسلامية، والعلماء هم الذين يقودون الأمة في جمع كلمتها وإرشادها إلى طريق الحق والعدالة، وهم الذين يتحملون المسؤولية في ذلك. إن هذه الملتقيات ليست مجرد اجتماعات عابرة، بل هي منابع نور ومحاضن توعية ومجالس تذكير وتوجيه. فنحن في زمن تكاثف فيه الفتن، وتتغير فيه المفاهيم، وتضعف فيه القيم، فيكون واجبا على العلماء والدعاة أن يبينوا للناس الحق من الباطل، وأن يقيموا الحجة، وأن يجددوا في الأمة روح العزة والثبات. وإن هذا الملتقى العاشر يجيء في وقت دقيق نتناول فيه الإيديولوجيات الخطيرة التي تريد أن تنزع من أمتنا هويتها، وتفكك أسرها، وتفسد عقائدها، وتغير مسار شبابها. فلا بد من تبصير الناس بهذه المخاطر، وتحذير الأمة من مكر أعدائها، وتربية شبابنا على الوعي والثبات والانتماء لدينهم وأمتهم. وإن الأسرة الإسلامية هي الخط الأول في صراع الهويات، فبالأسرة تقوم الأمم، وبها تربى الأجيال، ومنها يتخرج رجال العقيدة وحملة الرسالة. فلا عجب أن يجعل أعداء الإسلام وعلى رأسهم الصهيونية العالمية هدم الأسرة من أول مشاريعهم. يريدون أن يفصلوا الولد عن دينه، والمرأة عن عفتها، والرجل عن قيمه، حتى تضعف الأمة وتنسى مبادئها. وينبغي أن نعلم نحن علماء الإسلام وربانه أن أعداء أعدائنا هم اليهود، كما قال الله تعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والمشركين. فهم لا يزالون يحاربون الإسلام ويحاربون أهله في كل مجال، بالقوة حينا، وبالفكر حينا، وبالفتنة حينا، والتطبيع والمخدرات والإعلام والثقافة أحيانا. فهو صراع مع المسلمين، بل الإنسانية، شامل مستمر إلى يوم القيامة. ومن أهم معارك هذا الصراع المستمر المعركة في فلسطين، وخاصة في غزة العزة، التي تقاوم مشروعية الصهيونية بدمها وأرواحها. فينبغي أن تبقى القضية الفلسطينية في قلب كل مسلم. ولا بد أن نعلم أن دعم المقاومة والمجاهدين في غزة والقدس فريضة دائمة، فالمسؤولية علينا جميعا، على العلماء أن يبينوا، وعلى الأمراء أن ينصروا، وعلى الشعوب أن يدعموا،
فدماء أهل غزة أمانة في أعناقنا، وإننا نؤمن أن النصر موعود متى عادت الأمة إلى ربها وتجردت لدينها وأقام علماؤها بدورهم في التوعية والبيان والتثبيت، فبالعلم تنار الطريق، وبالإيمان يثبت القلوب، وبالجهاد تصان الكرامة. فنسأل الله تعالى أن يستعملنا في خدمة دينه، وأن يجعلنا من الذين يهدون بالحق وبه يعدلون، وأن يحفظ شبابنا وأسرنا وأمتنا من المخاطر والمفاسد، وأن يرزقنا البصيرة والثبات والرشد، وأن يوحد صفوف المسلمين ويرزقنا الجهاد في سبيله إلى أن نلقاه وهو راض عنا. آمين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.